لو فاكر ان دخولك لمجال السايبر سيكيورتي هيبدا بانك تدوس على الزرار الاحمر في برنامج عشان يهرب لك البيانات، احب اقول لك انك عايش في فيلم. في عالم السايبر سيكيورتي او الايثيكال هاكينج مفيش ويندوز ومفيش واجهات رسوميه، لكن في نظام واحد هو اللي مسيطر على المجال ده، وهو نظام اللينكس. لو مش عارف اللينكس فانت حرفيا هتكون اعمى في وسط المجال ده. ان شاء الله في السلسله دي هنفهم النظام ده سوا خطوه بخطوه، ونعرف الاوامر بتاعته، واعرفك ليه النظام ده هو العمود الفقري للمجال كله. طيب عشان نفهم قوه النظام بتاعنا خلينا نقارن بين اشهر نظامين عايشين معانا. نظام الويندوز ده معمول عشان المستخدم العادي، وهو عباره عن نظام بيخبي عنك كل تفاصيل السيستم ورا واجهه رسوميه بتكون سهله وبسيطه. الويندوز بيستهلك موارد الجهاز بتاعك زي الرام والبروسيسور لمجرد انه يشغل لك الواجهات دي ويعرض لك الالوان دي. اما نظام لينكس فهو نظام اوبن سورس، يعني مفتوح المصدر، يعني الكود بتاعه مكشوف بالكامل لاي حد وتقدر تعدي عليه زي ما انت عايز. نظام لينكس ما بيجبركش على واجهه رسوميه معينه، انت تقدر تتحكم في كل حاجه في الهاردوير عن طريق التيرمينال، وده بيخلي النظام خفيف وسهل ومستقر لدرجه ان السيرفرات بتشتغل عليه لفتره طويله جدا من غير ما يحصل لها اي مشكله. طيب هل سالت نفسك قبل كده ليه لما بتشوف شرح اي اداه اختبار اختراق زي الميتاسبلويت او الانماب او الواير شارك بتلاقيها شغاله على نظام لينكس؟ السبب ببساطه هو حريه التحكم في الشبكات والصلاحيات. في نظام ويندوز النظام ده بيمنعك ان انت تعمل تعديلات معينه على كارت الشبكه او الذاكره عشان يحميك كمستخدم عادي. اما في نظام لينكس انت بتمتلك صلاحيه الروت، يعني انت المتحكم الكامل في الجهاز كله، فتقدر تعدل على حزم البيانات وهي بتمر في الشبكه، وتقدر تغير الماك ادرس بضغطه زرار بس، وكمان تقدر تبدا ادواتك الخاصه بالبايثون وتحطها في النظام بشكل مباشر بدون اي قيود حمايه. طب هل سالت نفسك قبل كده ليه نظام كالي لينكس هو النظام الاشهر للهاكرز والمخترقين الاخلاقيين، وليه مبني على لينكس بالذات؟ الفكره مش في كالي لينكس، كالي لينكس مش نظام تشغيل سري جاي من الفضاء، هو مجرد توزيعه مبنيه على نواه ديبيان. المطورين خدوا النواه لينكس المستقره دي وجمعوا عليها اكتر من 600 اداه متخصصه لاختبار الاختراق والتحليل الجنائي الرقمي، عشان بدل ما تضيع ايام عشان تقعد تثبت الادوات بتاعتك وتعدل على نظام الويندوز وتواجه مشاكل، كالي لينكس بيديك كل ده جاهز بمجرد ان انت تشغل نظام التشغيل بتاعه في بيئه مهيئه تماما وسريعه جدا. يعني من الاخر كده لينكس مش مجرد نظام تشغيل بتتعلمه، لينكس هو اللغه اللي السيرفرات والشبكات بتتكلم بيها. فلو عايز تحمي السيرفرات دي او حتى تختبر اختراقها لازم تفهم لغتها الاول. ان شاء الله في السلسله دي هنبدا مع بعض من الصفر تماما، وهنتعلم ازاي تتعامل مع التيرمينال خطوه بخطوه. عشان كده ما تنساش تعمل فولو ولايك عشان تكمل معانا سلسله تعلم الكالي لينكس، وبقول لي في الكومنتات هل جربت قبل كده تستخدم الكالي لينكس ولا دي اول مره تسمع عنه. وما تنساش تعمل الانضمام لمجتمع الدرع الرقمي على الواتساب، هسيب لكم اللينك في الكومنتات.